السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ معلش ده فيديو كده بس في السريع لان انا فعلا مشغولة جدا جدا جدا. بس بصراحة فيديو مافيا امبارح استفزني، فقلت بدل ما اكتب له كده تعليق طويل ممكن يشوفه ممكن ما يشوفوش اعمل له فيديو. اولا يا مافيا، بحييك بتحية الاسلام، بقولك سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانيا رباب عمر ما كان كنيتها ولا لقبها خالص ام ضب. رباب مرقبها الدكتورة رباب، ومش أنا يا فندم اللي قلت كده، دوت الجامعة المصرية هي اللي اديتها أعلى شهادة على مستوى العالم كله، وهي شهادة الدكتوراه. يعني ده مش كلامي أنا، ده كلام جامعتنا الوطنية في حكومتنا الموقرة التابعة لوزارة التعليم العالي، هي اللي اديتها لقب دكتورة، دكتورة رباب. خلاص. ثانيا بالنسبة لمدام هناء، انت قاعد عمال تقول انا لو اوصل لقماشة وادتني الاذن انا هطير منتدى هناء وهطير قنواتها، وقاعد عمال تتوعد وعمال تهدد، وقاعد عمال تقول محلاوي لما كان بيحط صور لبنات مدام هناء، انا كنت بطلع وكنت بقول له عيب. معلش يا مافيا، انت بتقارن ايه بايه؟ انت بتقارن مدام هناء بمحلاوي؟ بتقارن الصور اللي مدام هناء بتحطها البنات قماشة بالصور اللي كان محلاوي بيحطها البنات مدام هناء؟ طب ازاي؟ طب ده في طار بين مدام هناء وبين قماشة. قماشة خانت مدام هناء، خانت المجالس، استدرجتها في الكلام. اقل حاجة عملتها معاها لما بتقول لها رضا طلق مراته ليه، قالت لها عشان خاطر كذا وكذا وكذا، خدت الفويزات ديت وراحت اديتها لاكبر شرشوحة قاعدة في باريس، اللي هي اختك، معلش اسمح لي، لقصرية في باريس. وانا فخوره جدا ان انا اول واحده على اليوتيوب كله سميتها قصريه باريس، لان هي تستاهل فعلا اللقب دوت، من الكلام الزباله اللي بتخرجه من بقها كل يوم على مدى 4 سنين. لا بيهمها بقى مواسم دينيه ولا اعياد دينيه ولا ايام حلوه ولا ليالي جميله ولا اي حاجه خالص، وكل يوم نازله سالخه في مدام هناء. ما علينا. قماشه خانت الامانه، قماشه سجلت لمدام هناء. مدام هناء لما جت حطت صور بناتها حطتهم وهم بكامل هيئتهم، ما لعبتش في الصور، ما كتبتش عليهم كلام وحش. كل هدفها ان هي توصل للبنات عشان خاطر تقول لهم حقيقة امهم اللي هي دمرت حياتها. ولو ان في واقع الامر انا اصلا بشكر قماشة ان هي عرفت مدام هناء حقيقة اللي كانت قاعدة معاه، اللي انت بلسانك يا مافيا ما بتسموش غير نطع المحلة، صح ولا لأ؟ وكنت بتغلطه كتير، صح ولا لأ؟ وبتقول له انت كنت هناء وهناء عملت وسوت وهي اللي عملتك وهي اللي كبرتك، حصل ولا لأ؟ يعني في طار بايت، طار بايت. بقولها لك للمرة التانية والأخيرة، مدام هناء حطت صور البنات علشان خاطر عايزة توصل لمامتهم، توصل للبنات، توصل للبنات بس مش أكتر من كده، عايزة تعرفهم حقيقة مامتهم. لكن المحلاوي لما كان بيحط صور ياسمين وفيروز مدام ولاد مدام هناء، كان ايه اللي بينه وبين مدام هناء يا مافيا؟ ايه اللي بينه وبينها؟ شافها قبل كده؟ اتعامل معاها؟ حصل بينهم اي تواصل من اي نوع؟ والصور اللي كان بيحطها للبنات دوت ينفع؟ الصور العارية اللي كان بيحطها لياسمين وفيروز تنفع؟ الكلام الوقح اللي كان بيحطه تحتيهم وان هم بنات، انا اسفة في اللفظ، مدورينها وماشيين في الحرام وكذا وكذا وكذا، ينفع؟ لولا اصلا ان قناة محلاوي، يعني قناة اقول لك ايه بس، بتسيء لينا وللشعب المصري كله وفيها محظورات كتير، ما كانتش مراته وهو لسه نايم بدمه وهو لسه مطعون من بورسعيدي، ما كانتش مراته حذفت القناة بالكامل. ولو ان مباحث الانترنت هتجيب كل حاجة لان ليها باك اب كبير جدا، هتجيب كل حاجة بصرف النظر القناة بقى اتحذفت ما اتحذفتش. فعيب يا مافيا ان انت تطلع كده تتنمر كده على الدكتورة رباب، عيب. وفي الاول انت اصلا اللي بدأت، هي كانت بترد عليك. انت في اللايف اللي قبله بنت المرحومة بنت المجحومة، هي وامها اكبر سببين اعراض، يعني هي ده يعني الفيديو اللي هي عملته، هي بترد عليك، انت اللي بدأت، يعني هي رد فعل، فانت بترد على فعلها. يعني دوت يرضي ربنا دوت؟ وانا عارفهم من زمان واكبر سببين اعراض واكبر، قولي عملوا ايه؟ يعني ثبت عرض مين؟ لو كانت رباب ولا والدتها ولا عملوا ايه؟ وماسك والدتها العائدة من الموت، العائدة من الموت، طب ما حلاوي هو عائد من الموت. على الأقل طنط بطة ربنا يديها الصحة لما جه كده كان جوز رباب كتب خطأ،
لما جم الدكاترة نفس الاسم الرباعي قالوا الفلان الفلانية توفاها الله، كتب كتب الحاجة بطة في ذمة الله، مش أكتر من كده. لكن التاني كان هيروح في قضية قتل. اللايف محلاوي مالي اليوتيوب كله. أنا عايزاك تشوف قبل لما يتضرب بدقايق كان بيشتم على مدام هناء بيقول لها إيه. فيا ريت تبطل مقارنة. والفيديو اللي عملته رواب دوت كان رد فعل للفيديو بتاعك انت يا مافيا. بس وشكرا يا جماعة، ومعلش فيديو كده بس في السريع لأن أنا فعلا مشغولة. شكرا، تقبلوا تحياتي.